في حتة ضيقة كده، البيوت فيها كانت من طوب لبن ومتواضعة خالص. اتولدت قصة حب بريئة، زي الزرعة الصغيرة اللي كبرت بين قلبين صافيين، قلب ياسمين البنت اللي خيالها واسع، وقلب عمر الولد اللي عينيه بتلمع. كانوا جيران من وهم صغيرين خالص، بيلعبوا مع بعض وبيحلموا بالمستقبل سوا، من غير ما يعرفوا إن القدر مخبلهم قصة هتتحدى أي ظروف. من وهم صغيرين كانوا دايما مع بعض، بيقسموا الحلويات وبيحكوا لبعض أسرارهم وبيحلموا بمستقبل سوا. ياسمين كانت بتشوف في عمر فارس أحلامها، وعمر كان بيشوف فيها صاحبة عمره اللي مينفعش يستغنى عنها. ياسمين كبرت وبقت بنت جميلة وقلبها طيب، وعمر بقى شاب وسيم وشخصيته قوية. الحب بينهم كبر مع الأيام، وبقى قصة حب مستحيل تخلص. بس الحياة ما كانتش دايما رحيمة بيهم. في عز شبابهم طريقهم اتفرق. ياسمين خدت منحة عشان تدرس في مدينة بعيدة، وعمر دخل جامعة تانية في مدينة جنبها. الفراق كان صعب عليهم، بس وعدوا بعض إنهم هيفضلوا على تواصل. 3 سنين مروا، ياسمين وعمر ما شافوش بعض فيها خالص. الرسايل والمكالمات التليفونية كانت هي الطريقة الوحيدة اللي بيتواصلوا بيها. ياسمين كانت بتوحشها عمر، وعمر كان نفسه يشوف ضحكتها. في السنين دي حياة ياسمين اتغيرت. في المدينة اللي كانت بتدرس فيها اتعرفت على شاب وسيم وناجح، عجبته وطلب إيديها. ياسمين بدأت تتردد، لأنها لسه بتحب عمر، بس كمان معجبة بالشاب ده اللي بيمثلها مستقبل كويس. الخبر وصل لعمر، اتصدم وحزن قوي. ما كانش مصدق إن ياسمين ممكن تفكر تتجوز غيره، بس مستسلمش وقرر يعمل المستحيل عشان يرجع حبها. بعد 3 سنين غياب، عمر رجع بلده. كان نفسه يشوف ياسمين، بس كان خايف يكون الوقت فات. راح على بيتهم على طول، خبط على الباب، وياسمين فتحت له. بصوا لبعض، بس نظرات ياسمين ما كانتش فيها نفس الشوق والحب اللي عمر متعود عليه. نظراتها كانت باردة ومترددة. عمر سألها عن سبب تغيرها، قالت له إنها مبقتش بتحبه، وإنها قررت تتجوز الشاب اللي اتقدم لها. عمر حس إن الدنيا بتلف بيه، ما كانش مصدق اللي بيسمعه. ياسمين، حب طفولته، بتتخلى عنه بالسهولة دي؟ افتكر وعد الحب اللي قطعته له وهم صغيرين. بس قالت له إن دي كانت مجرد وعود طفولية، وإن الحياة اتغيرت. عمر خرج من بيت ياسمين وقلبه مكسور. ما كانش فاهم إزاي الحب ممكن يتغير بالسرعة دي، بس قرر يتقبل الواقع ويكمل حياته. الأيام والشهور عدت، وياسمين اتجوزت الشاب اللي اختارته. أما عمر فسافر مدينة بعيدة وبدأ حياة جديدة. اتعلم إن الحب مش كل حاجة، وإن الحياة مليانة مفاجآت. بعد فترة من الجواز، ياسمين بدأت تكتشف وش جوزها الحقيقي. ما كانش بيحبها بجد، وكان دايما بيخونها. ياسمين ندمت قوي، وافتكرت عمر وحبه الصادق. أدركوا أنها ارتكبت غلطة كبيرة لما تخلت عنه. ياسمين قررت تنهي الجواز الفاشل ده وترجع لعمر. طلبت الطلاق، ولما خدته كلمت عمر وقالت له إنها هترجع له. عمر فرح قوي، بس كان زعلان. لما اتقابلوا، ياسمين قالت له إنها ندمانة على اللي عملته، وإنها عايزة تعوضه عن كل اللي فات. بس عمر بص عليها بحزن وقال: انتي اتخليتي عني في وقت كنت محتاجك فيه قوي، انتي كسرتي قلبي ومش عارف أثق فيكي تاني. عمر سابها ومشي، وترك ياسمين في حيرة وندم شديدين. أدركت إنها خسرت حب عمر للأبد، وإنها تستاهل العقاب ده. السنين عدت، وياسمين عاشت لوحدها وقلبها مليان حسرة. أما عمر فبنى حياة ناجحة، بس عمره ما نسي حبة الأول. ياسمين اتعلمت درس قاسي، وهو إن الحب الحقيقي ملهوش تمن، وإن الفرص اللي بتضيع ما بترجعش.